هو عم يعجن. انا مساعدة. انا بخليها تشتغل لحالها ساعة ولا تنطر ولا تشتغل. ها؟ وشوف العجينات كلها طلعت ناشفة نحط لها مي. ايه طلعت ناشفة نحط لها مي. طلعت طرية نحط لها طحين. ايه يعني لك يا ابو هشام اقل من دقيقة صارت تربع على العجينة جاهزة. يعني اذا نقول يا عيني عليك يا ابو زياد. نقول يا عيني عليك يا فلان يا عيني عليك يا علمتان. نحن نتعلم من خبرة ابو. يا ابو زياد. دحين عليكم. هاي الربا. طلعت ناشفة شوي. بدها شوية صغيرة مي. شوية صغيرة مي. بعد شوي دعكة شوي دعكة شوي. والله تعجن فيها هيك شوي ربع ساعة. بعدين تنعمها بالمي تنعمها بالزيت. ايه كله هاي زعمة. ما بتصير عليه. ايوه هيك مستعجلة. هو تكون هيك على الداير عجينة. لا هي نعمها بس. هي على تنعيم. هديك شو اسمها هديك؟ شو على الداير العجينة؟ على الدايرة العجينة نكون عم نعمها. هلا بحط لها زيت. ايه حط لها زيت وطحين. احيانا طحين حسب انا بتغلي بدقيقة بعدين بنعمها. ايه يا معلم. كيف بالكم عيدكم من شفرة يتعلم المعجنات. هناك يتعلم قطعة عجين يدير باله من هي يدير باله. صار الجداد طريقة أبو هشام. برنامج أبو هشام. بطاطا اليوم نعلم العالم عجين. وبعدين شو اخرتها؟ الرئيس ابو هشام. وانا معك قديش
إيه قاعدة تشرب زيتات تبعها. حتى يشربوا الزيتات تبعاتهم. شوف هي معها. بلاش الزيت يسحب من العجين. شو الطلبات يعني؟ يا عيني عليك يا ابو شام. نشفوا. يلا تحت هلا. امتى مرحلة الطحين؟ مرحلة الطحين. طريقتك انت ما تطحن. لا ما. بس أنا منعمها بالزيت. ممكن أنا ما عندها زيت. انت طريقتك بالعجن شو بتحط مكونات؟ حط فيه اضافات شيء غير اللي يحطوها هون بالمطعم؟ لا اللبن مثلا، لا حليب بودرة، فانيليا. هذيك عجين شو اسمه بيتزا. بيتزا. سبع دقائق 7 ثواني. نعم شباب ليك والله. وانا جبته خلاص طفي عليها. خلاص عجين. يلا يعطيك العافية. فران ابو الشام.